بسم الله. الدرس التالي هنشرح الواجهة سريعا كده. طبعا مش هشرح كل حاجة بالتفصيل فيها، بس هنشرح الاستخدام اللي احنا هنستخدمه. الدرس اللي فات احنا اتعلمنا ازاي نعمل جراب، نتحرك يمين وشمال، روتيشن، ونتحرك على الاكس والزد والواي، نعمل شيدنج ونعمل ريندر بسيط كده. تمام. النهارده هنتعرف على ادوات يعني سريعا كده. سيلكت بكل بساطة، اضغط واسحب، اعمل سيلكت، اضغط واسحب، اعمل سيلكت على حاجة. عايز تعمل سيلكت اول، اضغط حرف الاي في الكيبورد، اعمل سيلكت. تاني حاجة الكرسل دي اللي هي اللي في النص دي. باختصار اي حاجة بننزلها شيفت ايه مش تنزل في النص زي الكيوب، هو كيوب نازل بالظبط في الكرسر. طيب انت دلوقتي علمت على الكرسر، حطيت الكرسر هنا، جيت عملت شيفت مش نزلت كيوب، هننزل على الناحية دي. طب احنا دلوقتي عايزين ننزل في النص، عايزين نرجع الكرسر ده في النص تاني. هنعمل ايه؟ شيفت اس كرسر تو وورلد اوريجين، بس ارجع من القلم، ترسم بالقلم. عايز تمسح، كنترول، طبعا ده ليه استخداماته قدام هنعرفها قدام. دي اضغط عليها، اسحب، بتقيس هل دي متر، متر ونص، مترين، ده يعني ليها استخداماتها برضه. بعدين الادد كيوب، تسحب تعمل ترسم كيوب، ليها كذا شكل. استخداماتها برضه يعني مش كتيرة، انا ما بستخدمهاش بس يعني ليها استخدامات. نيجي على اليمين، هنلاقي هنا الزد والاكس والواي، تضغط عليها تسحب يمين وشمال ويحرك اهو زي الميدل ماوس، بضغط ميدل ماوس وتحرك يمين وشمال. طبعا يعني ما بنستخدمهاش من هنا، احنا كل استخدامنا بالماوس يعني في ان كيس يعني الميدل ماوس اتعطل معاك او باظ فانت عايز تعمل هنا وبتعمل هنا. برضو الزوم زي الكنترول والميدل ماوس كده اهو، ده الزوم، تضغط هنا وتسحب قدام ولورا. برضو تتحرك يمين وشمال، الجراب دي اكنك بتك على الشيفت والماوس، شيفت والماوس اللي هو الايه الميدل ماوس. تمام، بنساها على طول. انتوا شايفين تحت ايه اللي بيحصل؟ ماشي. الكاميرا تضغط عليها يخش لك على ايه؟ على الفيو بورد بتاع الكاميرا اللي هي مثلا الصفر، نضغط على الزيرو. سريعا هنشرح الادوات دي الاسامي بس، مش هشرح كل حاجه فيها، طبعا الحاجات هتتشرح في وقت ما نيجي نعمل موديلنج او نستخدم اي حاجه معاها. بلندر يا شباب بحر واسع جدا، مش كل واحد عارف كل استخداماته. احنا لحد دلوقتي لسه بنتعلم وهنفضل نتعلم، انا نفسي لسه بتعلم حاجات كتير. فيلا ماشي، دي التولز ودي الريندر. طبعا احنا شرحنا في الريندر اللي احنا ازاي نقلب سايكل والايفو سايكلز. هنشرح بعد كده السامبلز لما نيجي نعمل ريندر. ودي برضو الاوت بت. الكاميرا دي مقاس الكاميرا، ريزوليشن هنحتاجه بعدين برضو. لاير، السين، الورلد ده اللي احنا استخدمنا فيه وحطينا فيه ال HDRI. كوليكشن، الاوبجكت ده نضغط على الكيوب ونتحرك يمين وشمال. تمام، احنا لو حركنا الكيوب كده مش عارفين نجيبه في النص، يعني انا حاولت اجيبه في النص مش عارف اجيبه، فاحنا نعمل سيلكت كله، نعمل زيرو، يروح جاي في النص بالظبط. موديفاير دي طبعا هنشرحها بالتفصيل، طبعا هنشرحها فيها ايه. البارتيكل سيستم، البيزك دي برضه هنشرحها. الداتا اللي الماتيريال اوريدي احنا عرفنا بنستخدم زي الالوان، طبعا هنشرح حاجات كتير فيها. هنشرح الايديت مود. انا دلوقتي هنا، احنا حاليا دلوقتي في الاوبجكت مود، تطلع فوق هتلاقي في حاجه اسمها ايديت مود، اوبجكت مود، سكالبت مود. طبعا الحاجات دي احنا مش هنحتاجها دلوقتي، احنا كل اللي يخصنا بس الايديت مود. اضغط عليه من هنا، او انت في العادي عايز تختصر تضغط على الاوبجكت، تضغط تاب، كده دخلت على ايديت مود. طبعا انت شفت حاجه غريبه حصلت اللي هي نقط وخطوط كده ظهرت. النقط والخطوط دي انا هشرح. بص الماوس فوق اهو، الفيرتكس والايدج والفيس. بتعمل ايه بالفيس؟ الفيس ده اللي هو الفيسز دي اسمها فيسز. اي حاجه مكونه من 4 اضلاع كده فيس. تضغط على الايدج، تقدر لما تيجي تمسك مش هتعرف تمسك الفيس، تمسك الايدج لانك انت ضغط على ايدج دي اسمها ايدج. طبعا عملت الفيرتكس دي اسمها فيرتيسيس، فيرتكس. طيب شيفت فيرتكس، شيفت فيرتكس، فانت كده مسكت كذا فيرتسيس. طب عايز تعمل جراب اللي هو زي ما اتفقنا تحريك يمين وشمال الفيرتكس. طيب مسكت فيس برضو كذلك، جي تحرك. مسكت ايدج برضو جي تحرك. طيب خلاص عرفنا الثلاثه دول. طبعا اختصارهم في الكيبورد يا شباب عشان مش كل شويه اطلع بالماوس فوق. اختصارهم ادي واحد اللي هي الفيرتسيس، اثنين الايدج، ثلاثه اللي هي الفيس.
هنتعرف على اول حاجه في الايديت مود اللي هي اكسترود. اكسترود دي مكونه من 5 انواع. تمام، هنخش نوع كده نجرب مع بعض. اول حاجه الاكسترود العادي بتاعنا، تمسك الفيز تعمل اكسترود، اختصاره في الكيبورد الاي، ممكن تتك على الاي وترفع بالماوس كده اهو. مش عايز تعمل اختصار تضغط على الفيس وتشد من العلامه دي، تشد من هنا اهو، ده اكسترود. تعمل اكسترود مانيفولد اللي هي دي، اعمل اكسترود عادي بالاي. بعدين عايز تنزل تحت، جاي نازل كده اهو. بص شايف المنظر اللي حصل؟ اعمل لك نظام درجي كده. طيب اكسترود انجل نورمالز اللي هي تالت واحده، تعمل سيلكت هنا سيلكت هنا وتشد، يعمل لك اكسترود انجل نورمال بالمنظر ده. طب عايز تظبطه هو، تروح جاي نازل تحت هنا اهو، هي بتبقى تحت كده اهو، تضغط تفتحها تعمل اوفست ايفل يظبطه لك. اكسترود رقم 4 اللي هي باختصار لما تمسك دي وتمسك دي وتمسك دي، طبعا انا ضغط على الشيفت ولا بمسك كده اهو، وتروح جاي ماسك دي وتشد فوق، هيعمل اكسترود في كذا اتجاه اللي انت محدده. تمام، اكسترود في كذا اتجاه اللي انت محدده. تمام، كنترول زد. طيب الاخيره دي بتعمل اكسترود كيرسر، اللي هي علمت على فيس ورحت جاي بص على الاتجاه ده وليكن، وعملت كده اهو وعملت كده اهو وعملت كده اهو، بيمشي مطرح ما التك بيعمل، تك بيعمل بالمنظر ده.